اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هنعمل النهاردة كيكة الطاسة على عين البوتاجاز من فوق، مش محتاجين فرن ولا أي حاجة. في البداية كده هجيب طاسة ألمونيا عادي خالص، مش لازم تيفال ولا سيراميك. هنزل بنص كوباية من الزيت، معايا نص كوباية من المية، مية عادية خالص من الحنفية، ومعايا نص كوباية من السكر الحبيبات الناعم، ممكن تكتري السكر شوية لو انت حابة. ومعايا هنا معلقتين كبار من الكاكاو الخام، يا ريت الكاكاو يكون نوعية كويسة عشان يدينا طعم كويس في الكاكاو في الكيكة وفي الصوص بتاعها. هنقلب على البارد لحد لما السكر بتاعنا يدوب تماما، وبعدين هنزل ببيضة بدرجة حرارة المطبخ، وهقلب البيضة لحد لما تختفي مع الخليط تماما. ومعايا هنا كوباية من الدقيق أو الطحين، بس ناقصة شوية مش على آخرها يعني، ناقصة معلقتين كده أو معلقة. ومعايا نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر أو خميرة الحلويات، وهقلب لحد لما الدقيق يختفي تماما. وبعدين هحطها على عين البوتاجاز من فوق يا جماعة، وههدي النار تماما، وبعدين هغطيها بأي غطا عندنا، وهسيبها 20 دقيقة بالظبط هتكون استوت. هجيب خلة وأعمل فيها فتحات كده بعد ما استوت، هي لسه سخنة لسه خارجة من الفرن، قصدي من على البوتاجاز حالا. هجيب بقى فنجان زي ده أو ربع كوباية من الحليب أو اللبن، وهسقيها بيه، هي هتشرب كل اللبن ده. بعد لما تشربه بقى هنحط لها صوص تحفة. يلا بينا بقى نشوف هنعمل الصوص بتاعها ازاي اللي هنحطه على وشها. معايا كده في كسرولة نص كوباية من الكاكاو الخام، يا ريت نوعية كويسة، نص كوباية من السكر حبيبات ناعم أو مطحون، نص كوباية من المية، ومعايا هنا كوباية إلا ربع من الزيت أو نص كوباية برضو. وهقلب كل ده على البارد لحد لما السكر يدوب تماما، لازم السكر يدوب معايا. وبعدين هرفعه على النار، على نار هادية لحد لما تغلي شوية كده معايا. وبعدين هنزل بقالب من الشوكولاتة او قلبين او 3 زي ما تحبي، لو ما عندكيش شوكولاتة تقدري تستغني عنها تماما. وهقلب لحد لما الشوكولاتة تسيح في الخليط، وبعدين هيبرد، وبعدين احطه في التلاجة هيبقى معايا بالقوام التحفة ده. هجيب بقى الكيكة بتاعتنا بعد ما شربت اللبن، هحط عليها الصوص اللي احنا عملناه، شايفين يا جماعة الصوص عامل ازاي؟ تحفة. تقدري تعتمدي الصوص ده في كل الوصفات بتاعتك اللي فيها صوص شوكولاتة، لانه صوص اقتصادي جدا وطعمه رهيب رهيب رهيب. بس اهم حاجة نوعية الكاكاو تبقى كويسة، وزي ما انت شفتي قد ايه هو صوص اقتصادي. هقطع حتة كده بقى ونشوف الكيكة الجميلة بتاعتنا اللي على عين البوتاجاز في الطاسة. ما دهولناش مواعين ولا استهلكنا اي مواعين خالص، كلها في الطاسة. وادي الكيكة بتاعتنا، والله يا جماعة تحفة ورهيبة وطعمها يجنن، كأنك بتاكلي كده قطع جاتوه بالظبط. والصوص بتاعها جميل جدا ورهيب. جربيها وان شاء الله هتدعيلي. وده شكلها النهائي. اتمنى بقى اللي اول مرة بيشوف القناة يا ريت بقى يدي لايك وشير وسبسكرايب، ونشير الفيديو بقى على قد ما نقدر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.